مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض احلى ايس كريم ميجا. على فكرة هتبطلي تشتريه من بره وموفر جدا على فكرة. هنقول المقادير مع بعض وهنشرحها واحدة واحدة. بصوا حبايب قلبي، هما 2 كوباية لبن. لو انت عايزة تعرفي بالكيلو هو نص كيلو لبن على نص كوباية كريم نص كوباية لبن بودر. عسل نحل حسب التحلية، ربع كوباية لبن تانية، ومعلقتين نشا. دول انت هتدوبي النشا فيهم. تمام. انا نزلت هنا باللبن الحليب. ليه انا قلت لك كوبايتين؟ على اساس ان انت تعرفي مقدار الكوبايه اللي انت المج اللي انت حطيتي بيه تحطي بيه اللبن البودر. نزلت باللبن البودر ونزلت بالعسل، وبعد كده ربع كوبايه اللبن اللي انا قلت لكم عليها الاولانيه هندوب فيها المعلقتين النشا وهنصفيهم وننزل بالخليط ده كله على بعضه. وهتحطي، انا حطيت بتاعه فانيليا واحده، انت هتحطي 2 فانيليا، هيديكي نكهه الفانيليا اعلى وهتديله طعم احلى. تمام. لو انت عايزه ايس كريم فانيليا من غير ما تعمليه ميجا وتكتفي بيه اللي انت عملتيه ده، هتسيبيه يبرد خالص وهتجيبي باكو كريم شانتيه، نفذي التعليمات اللي عليه. تمام. وانزلي بالاتنين على بعض واضربيهم بالمضرب الكهربائي، هيبقى ايس كريم فانيليا منفرد لوحده وطعمه يجنن. تمام يا حبايبي. انا بعد ما دوبت النشا ونزلت بيه على اللبن على البارد، حطيت كل الخليط ده على النار. تمام. هتوطي عليه وهتفضلي تقلبي فيه. فكرته ان انت بتفضلي تقلبي فيه لحد ما يديكي قوام مش تقيل، يبقى خفيف كده زي المهلبيه الخفيفه. ده فكرتها، ان انت عملتي حاجه يعني تحسيها ان هي قريبه من اللبن المكثف، وفي نفس الوقت حطيتيها على النار. اللبن الحليب بيبقى فيه نسبه ميه، فنسبه الميه اللي فيه تقصر. تمام يا حبايبي. على فكره طعمه كده يجنن والله. ولو انت زي ما قلت لك حطيتي عليه الكريم شانتيه هيبقى فانيليا، ايس كريم فانيليا. انا حطيت هنا الفانيليا، انا حطيت حاجه واحده، انت انزلي ب2 هتعززي الطعم اكتر. تمام يا حبايبي. هسيبه طبعا. بصوا الخليط اللي انا عملته ده انا صفيته، انا ما حطيتهوش في الطبق كده. هو مش باين ان انا بصفيه، بس انا كنت بصفيه في مصفى. تمام. على اساس لو اللبن يعني حصل فيه كلكعه بسيطه منك برضو ما تضمنيش، تبقى انت متاكده ان اللبن نازل ايه، ناعم. تمام يا حبايبي. هتسيبوه يبرد. كل الايس كريم اللي عملته استعملت فيه حاجه كده زي البلاستيك كده، دي كلها كانت ب5 جنيه من مكان اللي هو بيع المنتجات الحلواني. هتحطي الخليط فيه وهتحطي العصيان الخشب بتاعتك. المفروض كنت انا حطيتها الاول، معلش، بس ما كنتش لاقيها عبال ما ولادي جابوها لي، فرحت ايه بعد كده رصيتها. هتحطي الحاجه دي على صينيه بلاستيكيه عشان تعرفي تنقليها، وهتحطيه في التلاجة. وهتحطي طبعا الكيسة النايلون عشان تخريز التلج. انا هنا هقولك من 3 ل4 ساعات، هرجع اقولك حسب تبريد تلاجتك، لان التلاجات في الصيف بصراحة فيها مشاكل كتيرة، يعني ممكن تاخد اكتر من كده. انت بس هتحسيه بايديكي، لو لقيتيه جامد قوي هتعملي الخطوه التانية اللي هي خطوه ان انت تغطسيه في الشوكولاته. بصوا انا حصل معايا مشكله ان انا عملت باكو واحد، الكميه ما كفتش. انت الكميه دي كلها هتاخد منك 2 باكو شوكولاته سما. ممكن تعملي جناش وتحطيه فيه، بس الاطعم ان انت تحطيه في شوكولاته. ماشي. انا جبت باكو شوكولاته سما دارك، وهاتي ميلك. لو ما لقيتيش سما ميلك هاتي دارك، هاتي اي نوع مع الملك بتاع سما، وتقطعيهم كلهم على بعض وهتدوبيهم على حمام مائي. الحمام المائي بولة هتحطي فيها مية سخنة، وبولة أقل منها هتحطيها فوقيها. دي هتساعدك ان الشوكولاتة تسيح بسرعة. وفي نفس الوقت عندك مكسرات مجروشة او عندك سوداني مجروش، حطيهم. لو انت المكسرات او السوداني عندك من مدة، تحرجيه الاول في طاسة تيفال، طلعي منه الرطوبة عشان يديكي قرمشة مع الشوكولاتة. هتسيحي الكمية دي كلها وهتحطيها في كوباية. ممكن تجيبي كوباية من كوبايات العصير، من الحاجات اللي هي بتتباع فيها الحاجات الورقية اللي هي الأكياس والحاجات دي. هتجيبي كوباية كده كبيرة، تمام، زي دي اهي. هتغطسي فيها الشوكولاتة، طبعا هي ما كانتش برضو طويلة قوي، هتدحرجي فيها الشوكولاتة بعد ما حطيتي فيها السوداني. هتحطي ورق زبدة وهتحطي عليه الايس كريم اللي انت غطستيه في الشوكولاتة، وهتحطيه تاني في التلاجة. سيبيه لما يجمد قوي تاني، سيبيه 3-4 ساعات. هو هيقفش هنا على طول على فكرة وهيجمد، لان الايس كريم انت مطلعاه جامد متلج، فهيقفش، بس يستحب ان انت تحطيه تاني في التلاجة. بصوا حبايبي، انا هتلاقوني مصوره لكم، انا سبته بس انا عندي هنا ديب صغير اخر العنقود بتاعي، هو يعني عمو سلطان الذواقه بتاعنا. لازم اي حاجه تمر على بقه الاول.
تمام يا حبايبي، هو كان طعمه حلو قوي، اتمنى ان انتوا تجربوه. ولو حبيتي فانيليا اكتفي بالخطوه الاولانيه اللي انا شرحتها لك برضو، هتحطيه في التلاجة وان شاء الله هيعجبك. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.